السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصراحة أنا فاتح الماتش عامل حسابي أتفرج على كورة عن كده، يعني أداء على عكس المتوقع تماما. يعني فين الاتحاد؟ هو فين الفريق؟ ماتش من طرف واحد حرفيا. الأهلي بيلاعب نفسه، الأهلي بيفوز بسكور عن جدارة واستحقاق وعمل كل حاجة في الماتش. شوط أول منظم جدا من الأهلي، في سيطرة وفرض اسلوب واضح. الاهلي اللي ماسك كورة، الاهلي اللي ضاغط، الاهلي صاحب الدفاع المنظم الاكتر، الاهلي صاحب اقتناص الشباك كمان. شوط تاني الاهلي بدأوا بشوية حذر، يعني اعتمد على الدفاع بشكل واضح في الشوط الثاني، واسلوب الدفاع بخمس مدافعين قدامهم 4 والمهاجم الصريح كهربا واقف لوحده عند خط النص، والاعتماد على الهجمات المرتدة بعد الدفاع. بس ده قلبت بحري خالص. اندفع فريق الاتحاد كله في نص ملعب الاهلي وما فكرش خالص في ظهره، والاهلي استغل الثغرة واخد الزبون وضربه بالمرتدات مرة في 2 وضرب جونين في اول الشوط الثاني، لزق خبط كده حسين الشحات وبعد كده امام عاشور. خد بالك الاجوان دي فيها تريكات حلوة وفيها حاجات لذيذة هنمسكها بالتفصيل دلوقتي، بس احنا بنتكلم دلوقتي بس عن الموجز في الاول قبل ما نتكلم بعمق في تفاصيل الماتش. انا بصراحة اتفاجئت، ما توقعتش خالص الاتحاد يظهر بالسوء ده. توقعت بعيدا عن مين اللي فايز، بس توقعت ماتش مثير عن كده، ماتش فيه كورة عن كده، ماتش فيه ضغط شوية وفيه شوية تعب اعصاب وهجمة من هنا وهجمة من هنا بقى ويلا ويا رب وندعي. ايه ده؟ ايه السهولة دي؟ ما توقعتش خالص بصراحة. يعني لايكك اللذيذ قبل ما نبدأ نتكلم بعمق، اضغط اشتراك لو جديد وفعل الجرس ويلا بينا نبدأ الكلام. بداية فيها حذر للفريقين، بس كل فريق بيحذر بطريقته الخاصة. الاهلي حذره عن طريق ان هو ما بيغلطش في البداية، عن طريق ان هو نازل يفرض اسلوبه، عن طريق ان هو مش نازل يتفزلك، نازل يلعب الصح. الدفاع دفاع، الهجوم هجوم. لا هنهاجم بعبط ونسيب المساحات في الظهر، ولا هندافع بضعف وما نهاجمش ونفضل متراجعين ومحدش يشوفنا في نص الملعب بتاع الاتحاد ده. في نفس الوقت الاتحاد بقى هو اللي حذر بالشكل السلبي. احنا هندافع وخايفين نهاجم علشان ما نلبس جوان. فالاهلي اخذ فرصته ان هو يبدع ويكون صاحب القرار، ان هو اللي يبدا وينقش ويهاجم الاتحاد، لحد ما الاتحاد رد عليه بمرتده في الدقيقه 10، ولكن الشناوي تصدى ليها، وكانت دي تعتبر اول كوره فيها تصدي بطولي من محمد الشناوي يمكن الرجل الاول في الماتش ده، لانه طبعا تصدى لضربه جزاء كان الماتش هيروح في اتجاه تاني بعدها. الماتش ده انت محتار تحدد فيه مين الرجل بتاعه، الشناوي اللي صد ضربة جزاء واللي تألق في اكتر من فرصة صريحة في الماتش، ولا كهربا اللي عامل اسيستات مزيكا وما بيتقناش في قراراته وساهم بالبساط بتاعته ان هو يجيب الجونين بتوع الشحات والجون بتاع امام عاشور، ولا جماعية الاهلي، ولا حسين الشحات وجمال الركنة بتاعت الجون بتاعه، ولا امام عاشور ودقة التسديدة وصعوبة الزاوية اللي هو وجه فيها الكورة. بص باختصار، الأهلي، كلمة الأهلي هي رجلة الماتش، كيان الأهلي هو رجل الماتش، مجموعة اللعيبة دي كلهم رجالة الماتش. نكمل كلام. الماتش من الشوط الأول بينطق بسيطرة الأهلي، فريق شيك في مسكته للكورة، فريق بيلعب بنظام بتكتيك وفكرة واضحة على أرض الملعب. احنا لا بنهاجم بشكل عبيط ولا بندافع بشكل ممل ومستفز، احنا بنهاجم وقت ما نلاقي الأرض سانحة للهجمة، بندافع وقت ما نلاقي الخصم بيهاجمنا، بس مش بنفرط في حاجة لدرجة ان احنا نعمل بوظان في التكتيك او ان احنا يبقى شكلنا وحش في الملعب زي ما الاتحاد كان ظاهر. لعيبة الأهلي كانوا متفوقين على الاتحاد في كل حاجة في الشوط الأولاني. البساط سليمة ودقيقة ومش مقطوعة، مفيش لاعب بيطلع الباص طويل من رجله بحيث اللاعب التاني لما يجي يستلمه الكرة تفلت منه، مفيش لاعب بيقرر قرار عشوائي، لعب هادي جدا على الأرض، نباصي على بعض على الأرض لحد ما نلاقي مساحة كويسة نرمي منها ثرو نطلع بيه هجمة، ما لقيناش مساحة نرمي منها ثرو نفضل ماشيين بالكرة على الأرض، محدش يلعب كور عالية
ولا حد يلعب كور عشوائيه علشان ما نديش للاتحاد الكوره يتعبونا بيها او يطلعوا علينا بالمرتدات. طيب هنفترض ان انت غلطت غلطه، او هنفترض ان لاعيبه الاتحاد قطعوا منك كوره، ما هو انت مش طول الوقت هتفضل الدنيا ماشيه معاك 100%. اللعيبه بتلحق ان هي تقفل خط النص بتشكيل الاربعه 5-1. حسين الشحات على الوينج بتاعه وبيرسي تاو على الوينج بتاعه بينزلوا لخط النص، مع ثلاثي خط النص بيبقى فيه 5 في خط النص، والرباعي الدفاعي وكهربا بيفضل قدام. ده الشكل اللي الاهلي بيتشكله في الملعب بمجرد ما الاتحاد بيمسك الكرة ويعدي خط نص الاهلي، فبالتالي في تكتل وتنظيم في خط النص، فالاتحاد بيعانوا اصلا ان هم يوصلوا لخط نص الاهلي، مش هقول لك يعدوه. فبالتالي الاهلي كان بيستخلص الكرة بسهولة قوي بمجرد ما لعيبه الاتحاد كانوا بيعدوا، فمن هنا بيجي ضغط الاهلي في خط النص اللي بيمنع الاتحاد انهم يوصلوا اصلا او يفكروا يوصلوا للشناوي، ولو وصلوا بيبقوا وصلوا بعد جهد كتير، فبالتالي خطوطهم بتتفشكل، فبالتالي مش بيلاقوا بعض اصلا قدام منطقه ال 18 بتاعتك. ده غير ان لعيبه الاهلي بيلعبوا بجد. الكره لو عدت خط في لاعب بيراقب فيه لاعب تاني يرجع خط اكتر، ما يفضلش موجود قدام ويسيب بقيه اللعيبه اللي ورا يتعاملوا. لا، هنفترض ان امام عاشور في خط النص رغم ان مش مهمته الدفاع قوي، بس هو كان بيلعب في خط النص في الماتش ده، وهنفترض معاه مروان عطيه. نفترض ان الكوره عدت عن طريق فابينيو مثلا ونجولو كانتي، مش معنى كده ان هم يفضلوا واقفين في مكانهم وسايبين بقى ياسر ابراهيم يتعامل ورا ومحمد هاني وعلي معلول الى اخره، لا، يروحوا جايين واخدين نفسهم وراجعين معاهم. ما دي جديه اللعب. فبالتالي انت مصمم انك تخنق لعيبه الاتحاد، ومصمم ان انت تحطهم تحت الضغط العددي وتكون انت متفوق عدديا عليهم، وفي نفس الوقت انت بتعمل التحامات، مش واقف تكسكس على الكوره او واقف ان انت تتفرج، انت بتخش بتعمل ثنائيات، فبالتالي انت مسيطر عليه دفاعيا. اول ما بتيجي الفرصه انك تهاجم بيروح جاي بيرسي تاو مفروض على الجناح بتاعه، بيروح جاي الشحات مفروض على الجناح بتاعه، كهربا بيجري، بيكون مروان عطيه وامام عاشور هم الملزمين بان هم يوصلوا الكوره لقدام، فتبص تلاقي الاطراف فيها بيرسي تاو والشحات بيفردوا عليهم وبعد كده بيتقدموا لهم قدام. بتبص تلاقي الاهلي بيهاجم بالطرفين، بيحاول ان هو اللاعب اللي معاه الكوره سواء الشحات او بيرسي تاو يقطم، وبالتالي يشوف هيمرر لمين زايد له من خط النص او كهربا قدام. ده كان الشكل بتاع الاهلي في الماتش بشكل عام، بس بالتحديد في الشوط الاول، لان الشوط الثاني كان الاعتماد على المرتدات اكتر، فكانت السروهات بتترمى على طول على الطرف، اجري بسرعه بالجناح بتاعك، بتبص تلاقي نفسك انت والجون. خد بالك برضو، لولا ان اللعيبه فايقه، ولولا ان هم مش مقصرين في الملعب، ولولا ان الجوده بتاعتهم كويسه، ما كانش التكتيك ده مشى، وما كانش الماتش انت شفته بالسهوله اللي انت شايفها دي. ده لعيبه خط النص والمدافعين قاموا بدورهم اللي كولر حطه، ولعيبه الجناح لعيبه قاموا بدورهم، وبيرسي تاو كان ممتاز في الماتش ده، سريع وكان بيمرقص وكان بيعدي وكان مصمم ان هو الكره ما تتاخدش منه، فكان عامل قلق دايما في منطقه الوينج اليمين بتاعه. سبحان الله، الظروف بتحكم على الفريقين بنفس ضربه الجزاء، علشان ما حدش يجي من الجمهورين بعد الماتش يقول ده انتوا محظوظين، ده انتوا الحظ نصيبكم. نفس ضربه الجزاء لنفس السبب انتوا الاثنين خدتوها، سواء اهلي سواء اتحاد، بس الفرق ما بين واحد استغل وواحد ضيع. الاثنين كقانونا لمسه يد وضربه جزاء واضحه وصريحه. الكره الاولانيه بتاعه ضربه جزاء الاهلي، انت على فكره الكره دي المفروض يعني لو دوري انجليزي كان ادى فيها كارت احمر على فكره، او دوري اسباني، لان لمسه اليد متعمده، يعني انت ايدك كده وفاردها كده وواضح ان هي متعمده، يعني كويس ان هو ما اداش كارت احمر، يعني الاتحاد محظوظين ان الكره دي ما فيهاش كارت احمر، فهي ضربه جزاء صريحه، انت ايدك مفروده عن جسمك، غيرت اتجاه الكوره. نفس الموضوع بالنسبه لضربه جزاء عبد المنعم، هي ضربه جزاء صحيحه قانونا. ليه؟ لان ايدك مفروده وبعيد عن جسمك خالص، في نفس الوقت غيرت اتجاه الكوره تماما. طيب هل الكوره كان اتجاهها للجون او كانت هتشكل هجمه خطيره؟ لا، بس ملناش فيه. القانون بيقول العاملين دول متوفروا، ايدك مفروده وغيرت اتجاه الكوره، خلاص ضربه جزاء. هل الكوره رايحه للجون او طالعه اوفسايد او طالعه بقى بره خالص اوت؟ ملناش فيه. المهم ان القانون ان الاثنين دول الشرطين دول اتحققوا، فهي ضربه جزاء سليمه من هنا ومن هنا. بس طبعا علي معلول استغل، والشناوي بفدائيه قدر ان هو يصد ضربه جزاء كريم بنزيما. انا عاوز اقول لك اصلا ان الشوطه بتاعت كريم بنزيما بايظه خالص، يعني ده بيشوطها باستهزاء ولا باستهتار، مش مركز، ضعيفه اصلا، زاويتها سهله،
يعني الكرة ما فيهاش اي درجة صعوبة ان كريم بنزيما يشوطها بالطريقة دي. كريم بنزيما انا مستغرب منه الماتش ده، انت مين يا عم انت؟ هو ده بتاع ريال مدريد؟ اصل خدوا بالكم انا مش متابع برضو الدوري السعودي بالدرجة الكبيرة يعني علشان ابقى متابع مستوى كريم بنزيما، بس ايه القرف اللي هو بيقدمه في الملعب ده يعني؟ ده مين ده اصلا؟ نيجي بقى للجونين بتوع الاهلي بتوع الشحات وبتوع امام عاشور. لمسة الشحات دي ثبت بيها دفاع الاتحاد، هو قرار سليم وقرار ذكي، وواد برنس ان هو لفها ار2 في اللحظه دي قبل ما حد يرجع يقفل الزاويه اللي هو شاط منها، وفي نفس الوقت هو واقف مستني حد يزيد له من الاهلي، امام عاشور يطلع له مستني كهربا يظهر له، مفيش. راح جاي قايل ايه لما اركن، بس هو على فكره عارف انها تدخل جون لانه جري يحتفل قبل ما تدخل الجون، هو رماها في زاويه صعبه. الجون الثالث بقى اللمسه بتاعت كهربا فيه مزيكا، وطريقه شوطه امام عاشور احلى واحلى. كهربا ما رضاش ان هو يحاول يشوط من الضيقه او ان هو يرفعها لوب، مع ان كهربا سبحان الله مضيع كرة زي دي في الشوط الاولاني كان ممكن يجيبها جون، كرة زي دي بالظبط، وكان ممكن ان هو يلعبها لوب كانت هتطلع من فوق الحارس وكانت هتدخل، بس هو ما غلطش الغلطه تاني وافتكر اللي عمله، راح جاي موقف الكرة ومرجعها لامام عاشور بالكعب او بوش رجله بالجنب كده. امام عاشور بقى بص لقى الزوايا كلها مقفوله والحارس واقف في زاويه. الجون بتاع امام عاشور ده على قد ما هو يعني يعتبر الجون كان فاضي، بس جون صعب. عارف ليه؟ لانه مطالب في ظرف ثانيتين كاقصى حد ان هو ياخد قراره يباصي ولا يشوط، وفي نفس الوقت هو بيفكر في الثانيتين دول في الزاويه اللي يتشاط فيها، لان كان في مدافع قافل وكان في حارس في الزاويه الشمال، فهو شاطها في الزاويه اليمين اقصى اليمين خالص من الحارس علشان ما حدش يجيبها برجله، وجت معاه. فهي دقة تسديد وسرعة اتخاذ قرار، فعشان كده الجون ده عاجبني من امام عاشور اصلا. والباص بتاع كهربا وقراره ان هو يصلح غلطته وان هو يرجعها لورا، ودقة ان هو يرجعها لورا ما تقلش منه ولا حاجة من غير ما يبص وراه، فهي برضو حركة حلوة من كهربا. هم اصلا قبل الجون ده كانوا ضايعين هجمة، الكرة اللي عدت من الشناوي دي كان لو كانت دخلت كان هيبقى جون عيبها في حقك يا حاج شناوي، لان الكره عدت كوبري من تحت خبطت في العارضه. انا عاوز اقول لك ان الشناوي كان مستسلم اصلا، كان خلاص هو خلاص كان مستعد ان الكره جون وهيروحوا يسنطروا دلوقتي، بص لقاها خبطت في العارضه راح جاي طالع يجري ماسكها على طول بسرعه. الطرد الاخير ده سيبك منه، محدش عاوزه يلعب اصلا، يعني زمان الجماهير الاهلي بتقول الحمد لله انه هو اتطرد. ما علينا. طبعا الاهلي كده للدور القادم الاهلي هيلاعب فريق فلومينينسي في نص النهائي. بنسبة كبيرة اتوقع الاهلي هيوصل للنهائي، لان فلومينينسي انا شايف ان هو خصم مش بالخصم المستحيل او الصعب، اعتقد يعني الاهلي هيعبر للنهائي بسهولة، بس المشكلة ان البعبع مستنيك في النهائي مانشستر سيتي. الا بقى لو حصلت معجزة والسيتي وقع في نص النهائي واستفردت انت بالفريق اللي هيلاعب السيتي في النهائي وتبقى هدية جاية لك من السماء كاهلي. اما بقى تحصل المعجزه الاكبر والاهلي يفوز على السيتي في النهائي، ودي اعتقد صعبه قوي، يعني صعبه قوي قوي قوي. خدوا بالكم جوارديولا بيريح لكم هالاند، يعني جوارديولا مش هيلعبوا في ماتش البريمير ليج الجاي ومريحوا الكاس العالم للانديه بس عشان تبقوا فاهمين. فخير، الف مبروك لكل الاهلاويه، ماتش عالي قوي، الاهلي اكتسح في الاتحاد بمعنى الكلمه، مباراه قدم فيها الاهلي كل حاجه، سيطره، اجوان، جمال اجوان، تصديات لضربات جزاء، تألق حارس مرمى، تنظيم دفاعي، جودة هجومية، كل حاجة. انت عملت كل حاجة في الماتش. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.